السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا لا فيديو نتاع اليوم. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم زكية فاميلي في فيديو جديد. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كما العادة الا كنتوا اول مرة كتشوفوا لاشين ديالي ما تنساوش تشتركوا، تفعلوا زر الجرس باش هكا كل مرة نلوح شي فيديو يوصلكم الاشعار ديالو. ما تنساوش تخليو لي شي لايك شجعوني بيه وشي تعليق زوين اللي كيزيد يحفزني باش نزيد لقدام. بالنسبه للفيديو نتاع اليوم غادي نشارك معكم روتيني الليلي في تحضير العشاء. حضرت معكم الحريره، هي اللي صالحه في هذا البرد بصراحه، كتجي جديده بزاف وبلا تعقيدات وسهله سهله بصراحه. كنوجدها انايا بالزربه، ما كتحتاجش الوقت بزاف. الطريقه ديالي بصراحه كتجي لذيذه وهكا ما كنتعطلوش فيها، يعني بالزربه كنوجدوها. رفقت معها لي كيش وبيتزا صغارين بصراحه جاو لذاذين بزاف. وهذيك الحليوه هذيك راه كنت ديجا مشاركاها معكم في القناه ديالي، غير هبطوا الفيديوهات لتحت ديال سانطير. بصراحه رمضان دابا قرب، غادي ديروها ماشي لسانطير البليغات عفوا، كديروها بصراحه كتجي زوينه بزاف. صافي هنا غادي ندوزو للمقادير. عندي هنايا في الكوكوط، هنا في المقادير اللي درت هنا الحريره اللي درت تقريبا غادي تكفي 4 ديال الناس. المهم المقادير اللي درت انايا. صافي هنايا درت في الكوكوط الماء، زفت عليه واحد 2 حبات ديال المطيشه. بالنسبه للمطيشه كما كتعرفوا راها غاليه، درت غير 2 الحبات. نتوما الا كانت متوفره عندكم غادي ديروا كتر، بصراحه كتجي لذيذه بزاف. غادي ديروا شي 4 ديال الحبات. درت واحد الحبه ديال البصله، درت تقريبا واحد 3 د المعالق ديال العدس، ودرت الحمص واحد الزلافه ديال الحمص، ودرت واحد الصدر ديال الدجاج، نص صدر ديال الدجاج. صافي زدت عليهم الزيت، كاين اللي كيدير الزيت كاين اللي ما كيديرش. المهم انا كندير واحد شويه. ضفت الملحه وغادي نضيف التوابل. بصراحه الطريقه اللي درت كتجي ساهله، يعني تبعوا الطريقه حتى الاخر وغادي تجيكم ساهله وديروها في داركم. صراحه كتجي ساهله. من بعد درت واحد المعلقه كبيره ديال سكنجبير، معلقه كبيره ديال الخرقوم. انا لي بزار راه ما بقيتش كنطيب به نهائيا بصراحه، راجلي ما كيعجبوش. صافي قال لي حيديه بمره، ما بقيتش كنطيب به. داكشي علاش ما درتوش. نتوما اللي كطيبوا به غادي تضيفوه. التحميره ما كنديرهاش في الحريره. صافي من بعد زدت عليهم هنايا القزبر والمعدنوس والكرافس. انا ما كنطحنهمش في مونينيكس، يعني داكشي ما كيجيش باين. الحريره هي اللي خاص الربيع يكون باين فيها. صافي كما كتشوفوا طحنتهم في الهاشوار، يعني مزيان تقطعوا ليا مزيان. صافي هنايا غادي نسد الكوكوط وغادي نخلي داكشي كيطيب مع بعضياته تقريبا واحد نص ساعه. صافي هنايا غادي ندوز باش نحضر العماره اللي غادي ندير في ليكيش واللي غادي ندير في البيتزا. عندي هنايا صدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغارين، عندي الفلفله خضراء مقطعه طريفات، وعندي البصله. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم في البيتزا داكشي خضر يقدر يديروا. انا بصراحه كنفضل نشحرهم واحد شويه وعاد نديرهم في البيتزا. صافي هنايا ضفت عليهم الملحه، غادي نزيد عليهم شويه ديال الزيت. صافي وغادي نديرهم فوق النار كيتشحروا كيف ما كتشوفوا. غادي نخليهم كيتشحروا مزيان. غنخلط هذاك الشيء مع بعضياته، غادي نخليهم كيتشحروا حتى كيطيب لنا داك الصدر ديال الدجاج وديك الفلفله والبصله حتى هما كيطرخوا كيطيحوا. صافي كنطفي عليهم. كما قلت لكم اللي كيبغي البصله والفلفله يبقاو يديرهم في البيتزا خضر، يديرهم يشحر غير الدجاج بوحديته ولا الكفته اللي عندكم ولا الطون، يعني كل واحد يعني داكشي اللي متوفر عنده. انا هي الطريقه اللي كندير في البيتزا وكتجي لذيذه بزاف. صافي هنايا كنخلط ديك الزويته والملحه وكنخليهم كيتشحروا مزيان كيف ما كتشوفوا. كنخليهم كيتشحروا حتى كيطيب هذاك الصدر مزيان كيتحمر، وديك البصله والفلفله حتى هما كيطيبوا. وصافي وكنطفي عليهم. صافي هنايا ملي قربت نطفي عليهم ضفت ليهم واحد شويه ديال الزعتر. بصراحه كيعطي واحد النكهه رائعه. هكا منين تكونوا كتشحروا ضيفوا لهم شويه ديال الزعتر، خليهم كيتشحروا واحد شويه، كيعطي واحد الريحه زوينه. صافي هنايا كتكون تشحرات لينا البصله والفلفله والدجاج، غادي نطفي عليهم. بالنسبه لي كيشو بيتزا انا ديجا عندي في الفريكو. داكشي علاش ما وجدتهمش معاكم. بغيتو الطريقه في تحضير هاد الخبيزات هادو ديال البيتزا بصراحه حتى لي كيش غير شريتو ما درتوش في الدار. هنايا لاصوص لاصوص انايا درت لاصوص عاديه، يعني بغيت نشارك معكم الطريقه اللي كندير
في لاصوص ديال البيتزا، وخليوها ليا في التعاليق لتحت نشاركها معكم. كتجي لذيذه بزاف وساهله، يعني كتوجدوها في وقت واجد. صافي هنا غادي نبدا ندهن البيتزات بهذاك لاصوص ديال المطيشه. كيف ما كتشوفوا كندهنهم كاملين. كما قلت لكم الا بغيتوا لي باط ديال البيتزا خليوها ليا في التعاليق لتحت نشاركها معكم الطريقه ديالي. وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. رمضان دابا على الابواب، غادي نديرهم وعارفين كنخبيهم في الثلاجه، ضروري خصني ندير. صافي كيف ما كتشوفوا كندهنهم على هذا الشكل هذا مزيان كاملين. كندهن انا حتى ليكيش. بالنسبه ليكيش انا ما كنديرش ديك العماره اللي كتحف ليكيش بدانون والبيض كنديرهم، ولكن هاد المره فضلت نعمرهم غير بحال البيتزا. عجبوني في الصراحه وكيعجبوا راجلي هكا احسن. صراحه ديك العماره اللي كنديرها فيها البيض ودانون ما كتعجبوش بزاف. داكشي علاش قال لي الا بغيتيني نبقى ناكلهم خصك ديريهم لي بحال هكا بحال الشكل ديال البيتزا. صافي كنديرهم بحال هذا الشكل هذا صافي. نعمرهم كاملين. كندير فيهم شويه شويه من داك الدجاج والفلفله والبصله لهذا الشكل هذا. كنهز بالمعلقه وكندير في الوسط. المهم بيتزا راه اي واحد كيعرف يديرها، غير بغيت نشارك معكم الروتين ديالي. صافي كنعمرهم كاملين على هذا الشكل هذا. وصافي من بعد ما عمرتهم كاملين دابا غادي ندير عليهم الفرماج. وكندير الفرماج وكندفعهم دقه واحده كاملين في الفران كيطيبوا وكنحيدهم. عندي هنايا الفرماج ديال موتزاريلا. صافي كنحكو في الحكه رقيقه وكندير هكا كندير هكا على دوك البيتزات كاملين. كندوز عليهم لي كيش والبيتزات. المهم اي فرماج نتوما عندكم اللي كديروا به البيتزا غادي ديروه من الفوق. انا كنفضل موتزاريلا بصراحه كتجي لذيذه وكتجي معلكه وزوينه. صافي هنايا من بعد ما درت لهم كاملين غادي ندير لي كيش والبيتزا حتى هما درت لهم الفرماج. صافي من بعد غادي نضيف الزيتون الكحل. غادي ندير هكا الزيتون الكحل فوق البيتزا. المهم اللي عنده مقطع يديروا. انا عندي هكا يعني وحده وحده. صافي كندير وحده هكا من الفوق وصافي. صافي من بعد غادي نزيد عليهم الزعتر كنديرهم من الفوق بهذا الشكل هذا. كيعطي واحد اللوغو زوين هكا من فوق الفرماج. وصافي وكنديرهم في الفران كيتحمروا. ما كنديرهمش انايا بصراحه بالزربه حتى كنبغيو نتعشاو عاد كنديرهم في الفران باش هكا كيتكلوا سخونين. وصافي هنا كيكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي. بصراحه كيجيو لذاذين بزاف. صافي الحريره ديالنا من بعد ما طابت كما قلت لكم خليتها واحد نص ساعه كطيب. هنايا جيت حليت عليها حيدت هذيك مطيشه. كنحيد ديك مطيشه اللي طابت. بالنسبه للمطيشه انا غير باش كنختصر الوقت. نتوما الا بغيتو تسلقوها بوحديتها غادي تسلقوها، يعني انايا درتها مع كل شيء باش نختصر الوقت وصافي. داكشي على صافي هنا كنحيدها كما قلت لكم مطيشه على حساب داكشي اللي عندكم نتوما في الدار. انايا درت جوج ديال الحبات حيت كما كتعرفوا راها غاليه شويه، يعني من الاحسن الواحد يقتصد. وصافي حيدت دوك الطريفات ديال الدجاج اللي درت فيها. من بعد كنقطعهم هكا بالمقص وكنديرهم في الاخر عاد كنديرهم. صافي هنا كيكون الحمص كما كتشوفوا طاب العدس طاب كلشي طاب. صافي هنا غادي ندوز باش ندورها. عندي هنايا في مونينيكس درت هذيك مطيشه والبصله من بعد ما تسلقوا زدت عليهم الماء وغادي نزيد عليهم واحد جوج معالق ونص ديال الطحين كما كتشوفوا جوج معالق ونص. وصافي وغادي نطحنهم في المونينيكس كاملين مع بعضياتهم. وغادي نجي دابا غادي نديرهم في الكوكوط كما كتشوفوا. كنديرهم في الكوكوط وكنزيد شويه ديال الماء وكنخليهم كيطيبوا. المهم غادي نخليهم هنايا كيطيبوا تقريبا واحد 15 دقيقه باش كيطيب هذاك الطحين مزيان.
نخليهم على عافيه مهيله كيطيب، وكنحرك باش ما كتكورش. وغادي نزيد هنايا واحد المعلقه ونص ديال مطيشه ديال الحك، وكنخليهم كيطيبوا على عافيه مهيله. صافي هنا غادي نزيد واحد راس معلقه ديال القرفه. بصراحه القرفه كتعطي واحد اللوغو زوين للحريره، كتجي زوينه بزاف، فيها واحد الريحه ديال القرفه كتجي لذيذه صراحه، كتجي زوينه. وصافي هنايا غادي نخليها كطيب. صافي هنايا كما كتشوفوا راها طاب لي داك الطحين. صافي غادي نزيد عليها دابا الشربه. كيف ما كنشوفوا الشربه انا كنستعمل الشربه الموسطه، كتعجبني في الحريره. وغادي ندير واحد الضامد البنه ديال السمن، ولا عندكم السمن يعني هكا السمن عادي، صافي غادي ديروا نص معلقه ديال السمن، وما ديروش هاد ضامد البنه. بصراحه ما كانش متوفر عندي، درت غير ضامد البنه ديال السمن باش كتعطيني ديك اللوغو ديال السمن. ولكن الا كان عندكم السمن من الاحسن تحيدوا ديك الضامه ما ديروهاش، انا بصراحه راه ما كنستعملهاش بمره. صافي هنا وجدت الطابله ديال الكسكروط، عمرت واحد القهيوه كيكه كنت دايراها وكرواسه. وكيف ما كتشوفوا صافي هنايا درنا كسكروط، وغادي ندوز باش نكمل نوجد العشاء، التكميله ديال العشاء. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره البيتزا وليكيش من بعد ما طابوا خرجتهم من الفران. كتجي في الصراحه لذيذه بزاف، منيتكم تذوقوا منها بصراحه جات لذيذه وسهله. كيف ما كتشوفوا راه ما خدات ليش الوقت بزاف. وصافي هنايا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوها بالطريقه اللي درت انايا. الا بغيتو ديروا معاها البيض غادي ديروا واحد البيضه في الاخر ملي طيب الشربه او الشعريه. ملي طيب غادي ديروا واحد البيضه طربوها وغادي تكبوها من الفوق وتحركوها، بصراحه كتجي زوينه حتى هي. صافي هنايا كيكون هذا هو الشكل النهائي، وكيكون هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تشجعوني بلي لايك والتعاليق ديالكم، تبارطاجيو القناه ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم الا عجبكم لا فيديو نتاع اليوم. وكيكون هذا هو نهايه لا فيديو. هنا كنقول لكم بسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي مع وصفه جديده. بسلامه عليكم.